عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني الغاليين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة جاية لكم بمشتريات صيفي كده، القماش الصيفي اللي طالع الجميل بصراحة. القماش كله طالع تحفة. فتعالوا نقوله بالأسعار، يعني الحاجات اللي جات لي بالأسعار عاملة ايه. تمام. خلينا نبدأ مثلا بالفسكوز عشان الفسكوز بيبقى مطلوب شوية. ده الفسكوز الأسود، ده بتاع الشميزات اللي بتاع الخروج، يعني فسكوز بس بتاع خروج للشميزات مثلا، دريسات. شغال كده. في ناس كتير بتعمله جلاليب بيتي، يعني بيبقى مريح برضو في الجلاليب البيتي، بس كان مطلوب مني فترة وخلاص خلص. وده الفسكوز هعمله برضو اسدال. بصوا الخامة بتاعته عن قريب. ده لون سمون زي ما هو في الصورة كده، بس أغمق كتير، يعني أغمق درجتين مثلا من اللون اللي في الصورة ده. الكاميرا طبعا انتوا عارفين هي بتفتح شوية في الدرجة. فده الفسكاز ده اعمله اسدال. تمام. ده اسدال وده شميز ان شاء الله. الفسكوز ب60 وب50، يعني ده الاسود ب60 عشان هو رويال شوية، نضيف بتاع خروج. وال واللي هو البيتي اللي هو المفروض يعني اللي بنستخدمه في البيت او اي حاجة كده، ده ب50. تمام. ده حاجة اسمها سواي. السواي ده برضو تحفة، ما بتفرقهوش عن الكتان، بس هو خامته مريحة جدا في اللبس. بصوا تحسيه كتان، بس هو ايه فيه مطة شوية. جبت منه طبعا الدرجتين دول. السواي ب55. لا، في درجة تانية، استنى، مرضاش ينزل خالص ال5 جنيه دي. بس استنى اوريكم الدرجة التانية في السواي اهي. بصوا اهو، ده الدرجات دي. ده اسدال، هيبقى اسدال صلاة برضو، بس يعني الحد هيخرج بيه يروح يصلي بيه. وده درس، يعني هتشوفوا في الدرس برضو هيبقى عامل ايه. وده بيزك تحت عباية. العباية هنزلها لكم شورتس، هي خلصت اصلا. العباية البيزك دي، ده البيزك بتاعها. وده الكارد. بصوا اهو، ده الكارد وده البيزك. الدرجات مختلفة خالص عن اللي بتصور دي خالص، مش عارفة في ايه. بصوا ايوه، ده الكتان. تمام. وده البيزك بتاعه. هما كانوا درجتين كده على بعض. هنزل لكم العباية دي شورتس لانها خلصت واتسلمت، فان شاء الله هبقى اما تبعت لي الشورتس هنزلها لكم. ده لون تاني من الكتان. الكتان ب75 جنيه. بس ده كتان فرنساوي، ده كتان اسباني. مش عارفة بقى انتوا هتعرفوا توصل لكم ولا ايه. هو عامة ده جايباه ب75. انا مش عارفة دي قالت لي كام، بس ده لافندر يعني. بصوا الدرجة بتاعته، مش عارفة، كل ما ابعد تظهر اكتر. هي الدرجة بتاعته لافندر كده. تمام. ده برضو دريس، هيتعمل دريس. ده الجينز الخفيف، انتوا لو تفتكروه ده الجينز الخفيف، برضو هيتعمل دريس وهنعمله مع بعض. كده احنا خلصنا السواي. تعالوا بقى اوريكم الروزالين. طبعا شغال صيفي وشتوي. الروزالين ب65. مرضوش ينزل جدا عن 65. ودوت دي قماشة مش نسيت قال لي اسمها ايه، بس هي بتاعت شميزات كده. ده يتعمل شميز تحت البدلة دي. تمام. عندكم ايه تاني؟ بصوا اللي هو اسمه ايه ده بقى، الكريب. الكريب ليه كذا ملمس وكذا شكل. بصوا الكريب ده خشن، الكريب الاسود ده خشن، كريب خشن. تمام. الكريب ده كريب ناعم، بس الاتنين مصري. معرفش برضه، مش فاكره قالت لي السعر كام. بس تعالوا نروح للكريب ده بقى. الكريب التركي فظيع فظيع، يعني متر منه ب70 جنيه بس، يعني فظيع في شكله. بص الكريب ده تحسيه حرير، كريب حرير. طبعا احنا معانا 3 درجات في الكريب. في منتهى الجمال بصراحة. ده الخامة دي تحفة قوي. اللون مختلف خالص عن الشكل، مش عارفة ليه الكاميرا مش قادرة تطلع لي الالوان زي ما هي،
بس عامة ده الكريب بتاعه ناعمة كده، اصبروا. مش عايزة اقرب لكم الخامة قوي، بس مش قادرة تيجي. ده برضو بصوا الخامة بتاعته. الدرجات مختلفة، درجات الألوان مختلفة خالص غير الدرجات دي. أنا كنت كده خلاص وريتكم كل اللي احنا اشتريناه. تعالوا بقى معايا أقول لكم تاني من الأول. الكتان ده مش فاكرة هي جابته بكام، بس عامة الأسباني ب75، ما بينزلش عنه. الكتان ده مفيهوش مطة خالص، مفيهوش مطة يا جماعة. اللون بتاعه مش اللون ده خالص عشان الدرجات متفرقش. ماشي، يبقى كده الكتان 75. السواي ب55. يعني في ناس بتبيعه ب50، بس انا ملقتش الدرجه اللي انا عايزاها عنده. بس هو ب55، لو قدرتوا انتوا تنزلوا 5 جنيه دي تمام. تمام. ال الكريب دوت فيه منه ب50 الخشن، وفي ب60، وده ب70، بس ده عشان كريب حرير. تمام. والكريب ده ب65 وده ب70. تمام. وايه تاني؟ استنى اقول لكم ايه تاني. احنا جبنا السواي. الجنس ده مش فاكره والله قالت لي كام، مش الجنس الخفيف ده، مش قادره افتكر هي قالت لي كام. ماشي. الفسكوز احنا قلنا مع بعض الفسكوز ب50 وب60، والروزالين ب65، ودي ب60 جنيه. بس هي الخامة بتاعتها قطن قوي. بصوا انا قربت لكم منها اهو. هي خامات شميس كده، الخامة بتاعتها قطن وتحفة قوي بجد، جميلة هتعجبكم قوي قوي في الشميزات. كده انا اشتريت كله، مفيش غير معايا بقى الخمار ده، انا جبته ليا انا فوق البتاع، لان لقيته مترين اخر التوب. مترين اخر التوب هو حسبهم لي متر ونص، يعني ب60 جنيه، لان حسبهم لي ب40، لان ده شيفون مصري. تمام. يعني الخمار وقف عليا ب60 جنيه، بعد لف وسرفلته وقف ب75. فحلو يعني جدا، تحفة. بس انا عايزة اوريكم الخامة دي عجباني قوي. انا كده وصلت لاخر الفيديو. لو عايزين تسالوا عن حاجه سيبولي التعليق وانا هرد عليكم. اي حاجه خاصه بالموضوع، اي حاجه هتتفصل هنزلها لكم شورتس. شكرا طبعا لمتابعتكم معايا، وشكرا لوجودكم، وشكرا لتعليقاتكم الجميله اللي بتسيبوها لي. اراكم بقى على خير في الفيديو القادم ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.